متابعين ماروكة الأصداء داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كما العادة كنقول لكم السلام عليكم. تحية رجاوية لجميع الرجاويين بطبيعة الحال. كنتمنى منكم كالعادة تشاهدوا الفيديو من الأول حتى الأخير، ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب، التعليق على الفيديو والآراء ديالكم، وتشاركوا في القناة الناس اللي مازال ما مشاركينش. ونبداو على بركة الله. أول خبر اللي غنهضروا عليه هو القضية ديال الحسين الرحيمي، الابن فريق الرجاء البيضاوي، المزداد فريق الرجاء البيضاوي. ما فعله مع فريق الرجاء البيضاوي انا كنت اتوقع اي شيء. لان علاش؟ لان ما خصناش ندموا على الصفقه. اول حاجه الاخوان، قبل ما نهضروا على هاد لي ديتاي هادي، الصفقه ديال انتقال حسين الرحيمي للفريق العين الاماراتي ما خصناش ندموا عليها. خصنا ندموا علاش؟ كون بقى الحسين الرحيمي فريق الرجاء البيضاوي. حنا عارفين هاد السنه كان ضعف كبير في الدفاعات ديال البطوله الوطنيه، داكشي علاش انه سجل فريق الرجاء البيضاوي. لكن كتمركز والخبراء ديال كرة القدم غادي يقولوا بان حسين الرحيمي راه ماشي قناص، وحسين الرحيمي المستوى ديالو راه ضعيف جدا. لكن على العموم انا لا الوم حسين الرحيمي، لانه خصو يقلب على راسو ويبعد على فريق الرجاء البيضاوي. لكن اكثر ما غنلوم الشراكه اللي كاينه ما بين فريق الرجاء البيضاوي وما بين نادي العين الاماراتي. البارح تصريح ديال الرئيس فريق الرجاء البيضاوي، نقدر نقول لكم انني كنتقدو، لكن ماشي كنتقدو رياضيا فقط. لكن عبد الله بيروان راه شخصيه داخل فريق الرجاء البيضاوي يحترم بشكل كبير جدا، رجل طيب، رجل رجاوي، الترجاوي ديالو لا تناقش. ربما هو مندافع كثير يريد ان يستمر فريق الرجاء البيضاوي، حاسب راسو انه غادي يعطي. لكن حنا بالمقابل كنا كنقولوا ان الجمع العام خصو يدار. فنقدروا نقولوا البارح التصريح ديالو لا نقدروا عليه نقولوا هو برافو بيروان. قال بلي اتصلوا به العين الاماراتي باش يعطيوه 400 مليون في هاد 24 ساعه، ولكن رفض ذلك ويطالب بمبلغ يفوت المليار سنتيم. برافو بيروان على هاد الخطوه هذه، لان هذا هو اللوجيك الاخوان باش خصنا نتعاملوا مع هاد الفروق هادو. كيفاش انت قلبتي على الهوته، وكيفاش انت بغيتي دير ليا نوض ونوض، ومن شي راسك حصلتي تجي تضحك ليا ديك الضحكه الصفراء، وتجي تقول لي غنفاريها معاك وغلط وقع وهادي واسمح لينا انا غنعطيك 400 مليون. لا، كانت 400 مليون شحال هادي، ولكن دابا مابقاش 400 مليون. دابا وانا كنطالب انه يطالب اكثر من 3 المليار، لان الان الرجاء في موقع قوه. هذا الشيء اللي خصو يعرفوا الجمهور فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء في موقع قوه. الرجاء الان يطلب اللي بغى يطلب غادي ياخذهم عند العين الاماراتي. بغى يحيد داك المساله ديال الديون ديالو اللي تيجي كيتسالوه، هذه هي الهوسه من هذا الفريق هذا، باش المره الجايه هذا الفريق هذا ديما يقول عمر العين طلع فوق الحاجب. لانهم هاد الناس هادو استغلوا كثير فريق الرجاء البيضاوي بالشراكه ديالهم، وهما اللي كانوا رابحين من هذه الشراكه هذه. فالتصريح ديال عبد الله بيروان قال ان لحم الرجاء مر لا يؤكل بسهوله. تصريح قوي جدا وعبر على التراجويد ديالو. برافو من هذه الناحيه هذه. وهذا الشيء اللي كنا كنقولوا خصو دائما يكون التواصل بينه وبين جمهور فريق الرجاء البيضاوي. اما التسيير في صمت فانك انت ما كتحترم جمهور فريق الرجاء البيضاوي. الان من خرجتي وبينتي شنو واقع فريق الرجاء البيضاوي، خاصه ديك الكلمه اللي قلتي ديال ان ما يمكنش نتفق معك شفويا. برافو. علاش؟ لان اي حاجه خصها تكون كتابيا. الشفوي ماشي حنا فريق من الهواة او فريق من افريقي او من جنوب الصحراء او اي شيء انك تجي غتفهم معايا شفويا. ما كاينش شفوي، كاين الكتابي والسينيك. سالينا. تصريح البارح عبر على حاجه واحده، ان الرجاء مستعد ان يمشي بعيدا لدى محكمه طاس بخصوص قضيه ديال الرحيمي. الشراكه طالبوا منها عدد كبير من المنخرطين باش تلغى مع فريق العين الاماراتي. فريق العين الاماراتي هو المستفيد من هذه الشراكه هذه، ودائما اقولها واكرر، اي لاعب ناقص في الفورمه كيرجعوا للرجاء. وخير مثال هو مبارك جا مطفي من العين الاماراتي، جا الرجاء لعب ماتشات مع كيديروا بوند بان اللاعب خصو يلعب عدد كبير من المباريات، كيلزموه عليك ملي كيلعب مباريات. نهار بغاتو الرجاء
طلبوا له 300 مليون. نهار مشى للوداد عطاوه ب 60 مليون باش باعو. اش من شركه كتهضر لي هذا؟ فالان عبد الله بيروان رئيس الرجاء البيضاوي قال بان الجامعه اعترفت بالخطا ديالها، ونتمنى يكون الخطا بحسن نيه. بالنسبه للعين طالبنا منهم فلوس على الطاوله بشكل كتابي، لانه ما يمكنش نتحمل المسؤوليه ديال الامر، لانه انا ما عارفش واش انا غادي نبقى ولا لا. هذا التصريح ديال عبد الله بيروان للاشاره الحسين رحمه الاخوان لا زال لاعبا رجويا بقوه القانون، والعين الاماراتي مطالب باداء مبلغ مالي لفريق الرجاء البيضاوي. الحسين رحمه الاخوان كنتمنى ايام القادمه او المستقبل القريب ما يجيش شي اجون يقترحوا على فريق الرجاء البيضاوي هذا اللاعب بالضبط ما خصوش يبقى يرجع لفريق الرجاء البيضاوي، لان حنا كاينين الرجاويين حنان بهذه العباره غنقولها. وخا اللاعب يتصرف معاك خيب كيوكل صافي هاني ولد الفرقه، ما كاينش ولد الفرقه، خصنا نساو هذه القضيه ديال ولد الفرقه. الا كنتي كتقول ولد الفرقه راه كتقول بانك فريق ديالك راه هاوي ماشي فريق محترف. فالان جماهير فريق الرجاء البيضاوي، مكونات فريق الرجاء البيضاوي، تطالب المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي بفض هذه الشراكه اللي كاينه ما بين فريق الرجاء البيضاوي وما بين فريق العين الاماراتي. فريق مستغل، فريق استفاد بشكل كبير جدا من فريق الرجاء البيضاوي، فريق اللي خصنا نحدوا معاه الفيتاس بكل صراحه، لانه لا يليق لفريق الرجاء البيضاوي بالتاريخ ديالو العظيم وبالانجازات ديالو الكبيره ان يقوم بشراكه مدله مع فريق اماراتي بحجم فريق العين الاماراتي اللي هو فريق صغير. يجب فض هاد الشراكه، يجب عدم مناقشه اي عقود بيع مستقبلا مع الفريق الاماراتي. ف نقدر نقول لكم ان فريق الرجاء البيضاوي الان مقبل على فض عدد كبير من الشراكات بطبيعه الحال مع عدد كبير من الانديه، من بينهم العين الاماراتي الذي اصبح مطلب جماهيري ومطلب ايضا ديال المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي. ف كما قلنا سابقا العين الاماراتي هي المستفيده، وخاصه انه في الصفقه ديال المبارك اللي انا عبرت على ان هذه الشركه منافع في والو. علاش؟ لانهم طلبوا من فريق الرجاء البيضاوي باش انهم يستمر مبارك معهم انهم يحطوا لهم 300 مليون، عكس فريق الوداد البيضاوي اللي يستافد منه بمبلغ 60 مليون فقط. الان الرجاء خصها تنهي هذه العلاقه ما بين فريق الرجاء البيضاوي وما بين العين الاماراتي. على العموم امور الان تحت السيطره. كاين ضغط كبير على عبد الله بيروان، لكن عبد الله بيروان شخصيا كنعتبره انه رافض هذه الشراكه ورافض اي تفاهم مع العين الاماراتي، وايضا الان هو كيدافع بشكل كبير جدا على مصالح فريق الرجاء البيضاوي. فغادي ندعموا عبد الله بيروان في هذا الملف هذا ان شاء الله. وندوزوا الخبر الموالي، هو الخبر ديال يوسف العربي. يوسف العربي الاخوان لاعب اللي اقترح اسم ديالو على فريق الرجاء البيضاوي. القيمه السوقيه ديالو 150 مليون. مهاجم بطبيعه الحال، مهاجم منتخب المغربي سابقا، كيبلغ من العمر الان 38 سنه، طول ديالو 183. على العموم الان ممكن انه يوقع الفريق الرجاء البيضاوي بواحد الثمن قليل جدا. على العموم كنشوف ان مصلحه اللاعب انه هو باغي يجي يلعب فريق الرجاء البيضاوي او باغي يختم الكارير ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي. على العموم ما كاينش الان لحد الان سولنا ما كاين حتى شي رفض من عند المدرب، مازال الصفقه ديالو كتدرس، مازال العرض ديالو كيتدرس. انا شخصيا كنشوف ان يوسف العربي ممكن انه يفيد فريق الرجاء البيضاوي. علاش؟ لانه مهاجم خبره، عنده الخبره كبيره، ممكن انه يفيد فريق الرجاء البيضاوي. ندوزو الخبر الموالي، هو الخبر ديال المهاجم شباب بن قرير. مهاجم ديال شباب بن قرير كيودع الفريق ديالو وكيودع الجماهير ديالو. على العموم الاخبار اللي وصلنا من بعض المكونات ديال فريق شباب بن قرير ان اللاعب عنده عرض قوي من فريق الرجاء البيضاوي وانه قريب ينتقل لفريق الرجاء البيضاوي. على العموم حنا ما نقولوش انه وقع،
لكن سننتظر الايام القادمه هي اللي غتبين. لا- نقدروا نقولوا ان اللاعب كيلعب مهاجم، وهذا هي الميزه ديال فريق الرجاء البيضاوي. خصها تبحث عن المهاجمين اللي في القيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي. فغندوزو للخبر الموالي الاخوان اللي كيخص مسابقه ديال كاس التميز. البارح كانت واحد المباراه ما بين فريق الرجاء البيضاوي وما بين فريق النادي المكناسي، انتهت بانتصار ديال فريق الرجاء البيضاوي بهدفين لواحد. المباراة عرفت بطبيعة الحال وضع اسم ديال اللاعب الحسين الرحيمي، لأنه ملزم عليه أنه يشارك في هذه المسابقة هذه. هو الآن مشى وقع الفريق آخر. على العموم هذه للإشارة فقط. فنهضروا على فريق الأمل. فريق الأمل فاش كان مع آل مومن كان مضارب على قبل نقطة واحدة باش يضمن البقاء ديالو في المنافسة. كان الجمهور بطبيعة الحال فاقد الأمل في فريق الأمل ديال فريق الرجاء البيضاوي. حتى الإعلام ما كانش متبع الأخبار ديال فريق الأمل. اليوم بمجرد تولي بطبيعة الحال المدرب المساعد التونسي خالد الملهي، عطى واحد الإضافة بانت على فريق الأمل ديال فريق الرجاء البيضاوي. زمام الأمور وبالتركيبة الكاملة من لاعبين الأمل، الفريق تأهل للربع ومن بعد لنصف نهائي الكأس بدون أسماء كبار، بلا نجوم، بلا كثرة الكلام، فقط بروح الرجاء الحقيقية اللي عطاونا الأمل في مدرسة ديال فريق الرجاء البيضاوي. على العموم الآن اللي استفدنا هو أننا ولد الفرقة عمرنا من نعطيو الفريق الأمل ديال فريق الرجاء البيضاوي. لما كان شابع خبرة وما كان شابع تجارب وما كان شابع فورماسيون، ما نعطيوش فريق الامل. حنا الغلط اللي كنديروه كتقول ولد الفرقه اعطيه فرقه ديال الامل يدربها، اعطيه لي سبوار. هذا هو الغلط اللي كيديروه المسيرين. جيبوا اوتور كبار لفريق الامل. فريق الامل راه هو القاطره ديال الامل ديال فريق الرجاء البيضاوي حرف الف. فعلى العموم الان بانوا ثلاثه ديال الاجنحه، نقدر نقول لكم من الاحسن انهم يمشوا اعاره شي فريق في قسم الوطني الاول، ويلزموهم بالبند انه خصو يلعب على الاقل 20 مباراة، او يخلصوا واحد نقدر نقولوا واحد خطيه باش نقولوا بانه لما لعبش 20 مباراة خصكم تخلصوا لنا واحد 100 مليون. اما لا لعبوا 20 مباراة فهما بيخلصوا حتى شي حاجه. هادشي خصنا نديروه علاش؟ باش نستافدوا من اللاعبين كثر وكثر باش يكونوا واجد ديال فريق الرجاء البيضاوي. غنهضروا على اسامه الحمداوي ابن واد زم، من اكثر اللاعبين صناعه الاهداف لفريق الامل هذا الموسم هذا. عمار الغضف نجم مباراه ابن طنطان، لعب الشباب مسيره، لعب الجيش الملكي ولعب الفتح الرباطي، والان في الرجاء البيضاوي. عز الدين الفتح هداف الامل مناصفه مع ناشط منصور، انتاج بطبيعه الحال خالص لفريق الجيش الملكي. جا الفريق الرجاء البيضاوي الان. نقدر نقولوا هاد ثلاثه الاسماء ربما ربح كبير لفريق الرجاء البيضاوي، وانا كنتمنى انهم يتم الاعاره ديالهم لاحد الفرق اللي كيلعبوا في قسم الوطني الاول باش يستافدوا منهم فريق الرجاء البيضاوي، مع الزام بند انهم خصهم يلعبوا اكثر من 20 مباراه مع هذا الفريق هذا. علاش؟ باش الرجاء البيضاوي الموسم القادم تستافد من هاد الثلاثه ديال العناصر هذو. غندوزو الخبر ديال التونسي هاني عمامو. هاني عمامو الاخوان نقدر نقول لكم الصفقه الفاشله، واللاعب الذي يتشبث بالبقاء ديالو في فريق الرجاء البيضاوي، واللاعب الذي يريد أن يلعب كرسمي لفريق الرجاء البيضاوي، واللاعب الذي لا يريد أن يفسخ العقد رغم الضعف المستوى ديالو، رغم الزيادة ديالو في الوزن. فكنستغرب كيفاش مسؤولين فريق الرجاء البيضاوي وقعوا لهذا اللاعب هذا بكل صراحة. ما داز لا في إعداد بدني، ما هذه وقعت جريمه في حق فريق الرجاء البيضاوي. من اللاعب كيجي يسيري ب 400 مليون وما كيقدم حتى شي اضافه، مع العلم انه كان لاعب غير مرغوب فيه فريق الترجي التونسي. حتى شي فريق تونسي ما كان باغي. جا للرجاء هو الان ورط فريق الرجاء البيضاوي، ومن الناس اللي غادي يقوموا بانهاك خزينه الماليه ديال فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى يلقاو معاه شي حل ودي باش يمشي في حالته، لان البقاء ديالو فريق الرجاء البيضاوي ما خدامش فريق الرجاء البيضاوي. هو ما عنده حتى شي مشكل انه يبقى فريق الرجاء البيضاوي، لانه عرف انه فينا الكارير ديالو انه ما بقاش غادي يقدر يلعب حتى شي فرقه
هادو من اللاعبين اللي غادي يعتزلوا مبكرا كرة القدم، لانه ما غادي يبقى يقدم حتى شي حاجة، لانه نفسانيا ما بقاش عنده مع كرة القدم. غندوزو الخبر الموالي ديال المدرب التونسي سعد جردة الشابي، اللي خرج في تصريح وفاجأ الجميع بطبيعة الحال، وقال بأن البطولة العربية تم إلغاؤها ولن نشارك بسبب الكان. فخبر اللي فاجأ عدد كبير من الرجاويين، وخرج كصدمة كيقول بأن الكان غادي يلغي المسابقة العربية. على العموم كانوا عدد كبير من الرجاويين كيتمنوا أنهم المسابقة أنه الرجاء البيضاوي يمشي فيها بعيد، باش على الأقل يضمن فيها واحد القدر مالي اللي يستافد منه. لكن للأسف الشديد ما وقع، وأن الرجاء البيضاوي الآن ما غاديش يشارك في هذه المسابقة بسبب الإلغاء ديالها. غندوزو الخبر الموالي الإخوان اللي كيخص بطبيعة الحال المفاوضات، وما آلت إليه المفاوضات ما بين فريق الرجاء البيضاوي وما بين اللاعب أمين العزري. ربما نقدروا نقولوا أنه ما بغاش نقولوا الأمور حسمت 100%، لكن توقيع العقد مازال ما كاينش، إذا الأمور ما تحسماتش، لكن كاين اتفاق شفهي اللي غادي يخلي أمين العزري ينتقل لفريق الرجاء البيضاوي. على العموم الصفقة عرفات كثرة القيل والقال في الأيام الأخيرة، فلحد الآن راه ما كاينش التوقيع وما كاينش تقديم اللاعب بشكل مباشر وبشكل رسمي لجمهور فريق الرجاء البيضاوي. لكن حسب الأصداء اللي وصلتنا من بعض مكونات فريق الرجاء البيضاوي أن اللاعب أصبح قريب جدا بواحد النسبة 90% لفريق الرجاء البيضاوي. غندوزو الخبر الموالي الإخوان اللي كيخص بطبيعة الحال مكونة أو غوارديولا إفريقيا بطبيعة الحال، اللي كانوا كيلقبوه جماهير فريق الوداد البيضاوي، وكانوا كيقولوا بأن هذا المدرب غادي يحصدوا معاه الألقاب وغادي يحصدوا معاه كأس العالم، ويحصدوا معاه 20 عصبة أبطال إفريقيا و20 بطولة. ففشل مع فريق الوداد البيضاوي، لكن فاجأ جمهور فريق الوداد البيضاوي بطبيعة الحال في تصريح على فريق الرجاء البيضاوي. من سولوه على فريق الرجاء البيضاوي قال لهم لاعبو الرجاء البيضاوي يلعبون ويقاتلون من أجل الشعار ديال فريق الرجاء البيضاوي، عكس لاعبين فريق الوداد البيضاوي اللي ما كيتقاتلوش على الفرقة ديالهم. تصريح في هذا الوقت هذا ربما كيبين على حجم الندم ديالو على التدريب لفريق الوداد البيضاوي، أن هذه التجربة خلاته أنه يتضرر منها عمليا، لأنه ما كانش كيتوقع أنه غادي يفشل مع فريق الوداد البيضاوي. فالآن خرج بتصريح آخر وقال لهم أنا اللي كنت كندفع بعض المستحقات لبعض اللاعبين فريق الوداد البيضاوي، وعرى على الوضع اللي داخل في فريق الوداد البيضاوي. على العموم الآن المدرب ربما عرف بأن فريق الرجاء البيضاوي هو الفريق الوحيد اللي كيلعب كرة وكيلعب من أجل الشعار ديال فريق الرجاء البيضاوي. غندوزو للصورة الموالية ديال الأحمدي البارح الإخوان زار الأكاديمية ديال فريق الرجاء البيضاوي بطبيعة الحال، خدا صور مع بعض المكونات فريق الرجاء البيضاوي. الإشارة الأحمدي أصبح وكيل أعمال ديال اللاعبين. هاد الزيارة ممكن أنه باغي يدير علاقات مع بعض المكونات فريق الرجاء البيضاوي بطبيعة الحال، لأنه الآن ولا آجو ديال اللاعبين. ما بقاش في أنه لاعب للمنتخب المغربي، وأيضا أنه جاء وتصور بقميص فريق الرجاء البيضاوي. لكن أي تعامل مع الأحمدي اللاعب اللي ما غيستحقش يلعب فريق الرجاء البيضاوي نتمنى ما يتعاملوش معه. المجاملات ما خصناش نبقاو نديروها بكل صراحة. جبت شي لعاب غادي نسيرو مع البند المردودية، ما بغاش ما هادشي اللي خصو يكون الإخوان. البند المردودية وخا تسيني معاه 8 مليار، إلا عطاك راه تعطيه مليار، ما عطاكش راه ما تعطيش حتى 50 مليون. يجب إدراج بند المردودية في جميع العقود ديال اللاعبين. على العموم الأحمدي زار البارح فريق الرجاء البيضاوي، خدا صور، شاف الألقاب ديال فريق الرجاء البيضاوي. الآن أنا استنتج أن اللاعب السابق أصبح وكيل أعمال ديال اللاعبين، وهو كيحاول أنه يروج أسماء ديال اللاعبين اللي عنده لفريق الرجاء البيضاوي. فندوزو الخبر الموالي هو ديال
جمال السلامي. الغريب في الأمر أن جمال السلامي نجح مع الفريق الأردني وأهلهم كأس العالم، لكن للأسف الشديد هذا هو المشكل ديال العرب، دائما ينكرون الجميل. فجماهير الأردنية تطالب بإقالة المدرب جمال السلامي وجلب مدرب عالمي للذهاب بعيدا في المونديال. كيقولوا بأن عندهم جيل ديال اللاعبين اللي كان عند المغرب في 2022، خاصهم غير مدرب عالمي. على العموم، كنظن أن أحسن حاجة يدير جمال السلامي هو يغير الأجواء ديال المنتخب الأردني ويخليهم يشوفوا هذا المدرب العالمي واش غادي يمشيو معاه بعيد ولا لا. على العموم، هادشي اللي كاين في آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنشكركم على المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.